ناهد شريف وصفية العمري وميسرة وحورية فرغلي، وفاة وتشوهات. وديع ابن جورج وسوف مش أول ضحايا عمليات التجميل. حالة من الحزن تخيم على لبنان وعلى محبي المطرب اللبناني جورج وسوف في كل أنحاء العالم بعد وفاة وديع ابن جورج الأكبر بسبب إصابته بنزيف حاد بعد إجراء عملية تكميم معدة. وللأسف العملية حصل فيها خطأ طبي وحصل له ثقب في المعدة أدى إلى إصابته بنزيف حاد، ودخل العناية المركزة لمدة 5 أيام واتدهورت حالته ومات. وديع كان بيعاني في الفترة الأخيرة من زيادة كبيرة في الوزن، فقرر يتخلص من وزنه الزايد، وما كانش يعرف إن نهايته هتكون على إيد جراح تجميل. وديع مش أول ولا آخر ضحايا عمليات التجميل، في مشاهير غيره كتير. الفنانة وفاء سالم أصابت الجمهور بصدمة بعد ظهورها في فيديو وكان عندها تشوهات بسبب خطأ طبي بعد حقن البوتوكس والفيلر، ووصلت حالتها لحالة خطيرة، وأخيراً قدرت توصل لجراح ماهر اكتشف إصابة وجهها بالصديد نتيجة عمليات الحقن، وبدأت مرحلة العلاج. الفنانة الراحلة سعاد نصر ماتت بسبب جرعة بنج كبيرة أثناء عملية تجميل لشفط البطن، وفضلت فترة كبيرة في غيبوبة وأثارت وفاتها جدل كبير في الوقت ده. الفنانة ميسرة كمان اتعرضت لخطأ طبي بعد عملية جراحية لنفخ الخدود، فحصل لها تسمم في الوش وبعدها فضلت تتعالج منه سنة كاملة، والعملية التانية كانت في الأنف وراحت لدكتور دمرها ورفعت قضية عليه وسافرت سويسرا تتعالج. الفنانة حورية فرغلي أشهر الفنانات اللي تعرضوا لضرر كبير بسبب عمليات التجميل بعد سقوطها من على الحصان وكسر أنفها. عملت عمليات تجميل كانت نتيجتها تشويه شكل أنفها، وعملت أكتر من عملية عشان تصلحها. اعترفت الفنانة السورية مها المصري إن حصل لها تشوهات في الوجه بسبب خضوعها لعمليات التجميل، وقالت بشوف حالي حلوة وبندم كتير على عمليات التجميل لأنها سببت لي مشاكل كتير، وإنها فكرت في الاعتزال بسبب التشوهات. الفنانة صفية العمري واحدة من الفنانات اللي عمليات التجميل غيرت شكلهم. صفية قالت إنها ندمت على العملية لأنها غيرت ملامحها وغيرت شكل أجمل حاجة فيها اللي هي عيونها. الفنانة عبير الشرقاوي بنت الممثل الكبير جلال الشرقاوي عملت جراحة تجميلية لشفط الدهون من دراعها، وللأسف حدث لها خطأ طبي أثناء العملية وبقت عاجزة في التحكم في أطراف دراعها الشمال وأصيبت بعاهة مستديمة. الفنانة ناهد شريف كانت أول فنانة تاخد قرار تعمل عملية تكبير صدرها عشان دورها في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم، ولكن بعد العملية لقت نفسها مصابة بسرطان الثدي، وللأسف انتشر السرطان في كل جسمها وسافرت لندن وبعدها باريس وتوفت نتيجة السرطان. الفنان أحمد عز عمل حقن فيلر غير شكله، وظهر ده بشكل واضح في فيلم أولاد رزق لأن كمية الفيلر كانت كبيرة وعملت تورم في الخدود وتحت العين، واضطر أحمد عز يروح لدكتور تاني يدوب كتل الفيلر من وشه.